السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جاي لكم فيديو جديد وهنعمل مع بعض القطايف بطريقة حلوة أوي سهلة جدا 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 للمبتدئين، هتعرفوا تعملوها ان شاء الله. البنات الحلوة الصغيرين كده اللي بيقفوا في المطبخ، دي حاجات سهلة قوي وهتقدري تعمليها بكل سهولة وتبدأي تتعلمي بقى تعملي الحاجات دي. طبعا الحاجات دي غالية جدا. كيلو قطايف ب24 وكيلو الكنافة ب24 وب25، فاحنا دي الأسعار في غنى عنها. بكوبايتين دي بس هنعمل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. سمي الله ونصلي على الرسول. وتعالى اقول لك الطريقه كده، طريقه سهله قوي وبسيطه جدا 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 ومكوناتها كلها في البيت. دقيق والنشا وكل مكوناتها في البيت. شايفين بقى الجمال؟ ايه الجمال ده؟ شايفين القطايف طريه ازاي ومستويه وكمان مختمره معايا وجميله جدا جدا ولونها. شايفين؟ ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ تعالوا بقى كده نبدأ الطريقة ونسمي الله. معايا هنا كوبايتين من الدقيق بكوباية معيارية، كوباية الشاي العادية بتاعتنا هنعاير بيها. معايا كوبايتين من الدقيق بالظبط كده. انا بعاير بكله بكوباية واحدة، يعني الكوباية اللي انا عاير بيها الدقيق هي اللي عاير بيها النشا وهي اللي عاير بيها السكر وكمان عاير بيها دقيق البسبوسة. يبقى كوبايتين دقيق عليهم نص كوباية من النشا، عليهم نص كوباية سميد بسبوسة، سميد بسبوسة ناعم، السميد بتاع البسبوسة الناعم، وعليهم نص كوباية من السكر بس كده. وهنحط عليهم كمان رشة كده معلقتين من البيكنج باودر، بس دولت هيبقوا في الاخر خالص، يعني دي الخطوة الاخيرة خالص اللي احنا هنستخدمها. معايا كده بقى السميد البسبوسة، هقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها. يلا بقى كده نملى كوبايتين ونص من المية، يعني كوبايتين الدقيق بياخدوا كوبايتين ونص من المية بالظبط. كوبايتين دقيق عليهم نص كوباية نشا عليهم نص كوباية دقيق بسبوسة وكوبايتين ونص من المية وكمان معلقتين بيكنج باودر ونص كوباية من السكر. بس كده، دي كل المكونات بتاعتنا، مش محتاجين اي حاجة. هو ما بيختمرش، يعني احنا القطايف بتاعتنا مش هتختمر. القطايف بتاعتنا بس احنا بنحط المكونات كلها ونبدأ بقى نضربها كويس جدا. عندك هاند بلندر اضربي بيه، عندك مضرب اضربي بيه، عندك خلاط. انا بقى عندي المضرب بس انا مش هضرب بالمضرب، انا هضربها بالخلاط اللي موجود في اي بيت، عشان لو محد ما عندوش اي حاجة من اللي انا بقول عليها يبقى احنا ايه استخدمنا الحاجة اللي موجودة في كل بيت. تمام. حطيت بقى الدقيق كده، المكونات كلها اللي هي دي والميه والنشا والسكر وكمان سميد البسبوسه، هحطه كله كده في قلب الخلاط وهضربه كويس جدا عشان مش عايزه فيه اي تكتلات. اضربه كده بقى في الخلاط. اظن كده كلنا عندنا الخلاط، يعني كل حاجه بحاول على قد ما اقدر. حتى لما باجي اعمل فيديو يعني بندور على الطريقه السهله المبسطه عشان ما فيش حد يقول انا عندي وما عنديش وكده وينفع مش هينفع. كل حاجه بتنفع يا جماعه والله. بمصفى كده بقى اوريكم ان الخلاط زيه زي الهاند بلندر زي المضرب زي اي حاجه تستخدميها. بصوا الخلاط دوب لي كل الخليط بتاعي ما شاء الله. بصوا مفيش اي حاجه ولا اي تكتلات في المصفى. صفيته كله كده بالمصفى بتاعتي. بس بقى احنا مش هنسيبه نختمر، بس هنركنه كده لحد ما نعمل شوية حاجة كده. فيه شوية كنت بعمل كذا حاجة بصراحة، فعشان نجهز بس كام حاجة كده. معايا كده كيس سكر، انا هعمل كيس سكر علشان في حلويات تانية واصناف تانية كتير، وانا بعمل العسل مش بيخسر معايا. لما بعمل سكر السيرم معايا يعني لو فاض معايا فبحطه في برطمان واحطه في باب التلاجة، مش بيجراله اي حاجة خالص. لما بحتاجه يعني باستخدمه لأي حلويات سريع، يعني ممكن أكون عايزة أعمل حاجة في السريع كده ومش لازم أعمل لها عسل لأن عسلها بيبقى موجود معايا. نقلته كده في حلة لأن الكازرولة طلعت صغيرة، فنقلته في حلة أكبر شوية. فطبعا انا بس بعمل السكر ويعني العسل السيرم بتاعي واحطه وبستخدمه لاي حلويات. بيكون اسرع حاجه لما بكون عندي مثلا عايزه اعمل كيس بسبوسه بسرعه، عايزه اعمل حاجه، فبتبقى عندي الحاجات دي في التلاجة. حطيت هنا بقى عليهم معلقتين من البيكنج باودر، يعني انا على الخليط كله اللي ضربته في الخلاط كده، السكر على النشا على الدقيق على الميه على سميد البسبوسه
ورحت ضرباهم في الخلاط وحطيت عليهم معلقتين بيكنج باودر، ممكن تضيفي برضو معلقتين البيكنج باودر في الخلاط وانتي بتضربي. طبعا ما ضفتهمش، فضفتهم دلوقتي وهضربهم عادي جدا وهيدوبوا معايا، مش هيبقى في اي مشكلة. بس كده هركنها بقى كده. وتعالوا بقى كده نبدأ نعمل القطايف بتاعتنا اللي طلعت شكلها جميل قوي دي. بس بقى في الطاسة انا ما عنديش يعني جريل، فاي طاسة تيفال، بس لو حاجة تكون مفرودة عن كده، لان الطاسة تحسوا ان هي ملمومة كده من على الجناب، لا لما تكون مفرودة افضل. بصوا بقى بوريكم شكله بعد ما طلعت، ما شاء الله شايفين شكلها تحفة ازاي، ومستوية ومخرمة زي ما انتم شايفين جدا، وجميلة قوي قوي قوي. بصوا بخلعها كده بالراحة من غير لا زيت ولا اي حاجة ولا مادة دهنية، هي بس طاسة تيفال كده معايا، وهخلعها كده بالمعلقة احركها علشان اسلك معايا واحط مكانها على طول عشان انجز. بس لان انا ما كنتش بحط فيها كتير لان الطاسة مش مظبوطة معايا، فكنت بحط فيها اتنين زي ما انتم شايفين كده، اول ما تستوي اروح ركناها وكده وهكذا لحد ما خلصت الكمية كلها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كنت بالراحة جدا. بصوا بقى خلصت كل الكمية، طبعا بطلعها على صينية مفروض عليها فوطة، بحط الصينية كده واروح حاطة عليها فوطة، فوطة مطبخ، واهوي وما احطوش فوق بعضه. اهم حاجة ما تحطيش القطايف وهي سخنة فوق بعضها، هتلزق منك وهتبهدلك خالص. فانتي تفرديها بعيد عن بعضها، هتتهوى معاكي وهتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى احشي الحشو اللي انا بحبه كله، يعني زي ما انت حابة. احنا بنحبها بالبلح بصراحة، ومش بحطها في السكر كتير، يعني مش بغرقها في السكر. فحطيتها كده حطيت بلح، كنت مفصصة بلح عجوة، وكمان معايا فول مجروش، وعندي كمان جوز الهند، وحطيت فول مجروش على جوز الهند وقلبتهم على بعض. وهبدأ احشي، هحشي جزء كده وهحشي جزء من البلح. يعني في جزء بيحب، يعني انا منا بتحب جوز الهند والزبيب، جوز الهند والفول المجروش فيها، لكن انا بحب البلح وكده، يعني اللي حابب حاجه بياكلها. بصوا بقى بقفلها بالشكل ده. كمان انا عندي القفاله بتاعت القطايف دي، يعني انا ممكن احطها القفاله بتاعت القطايف، بس انا شايفه ان انا اسرع بايدي. يعني بصوا بقى بقيت اطلع من الزيت واحط على طول في العسل واقلب نفس الطريقه كل الكميه اللي انا عملتها، ما خدتش معايا اي وقت والله العظيم في العمايل. كمان ده كانت بتتلسع مني ازاي لان انا كنت بعمل حاجات تانية كتير والله. شايفين بقى اطلع على طول واحط في العسل على طول. جميلة جدا جدا، يعني جربيها كده بكوبايتين دقيقة مش هتخسري اي حاجة، والكمية هتطلع معاكي. انا ما شاء الله طلع معايا كمية كبيرة جدا. يعني ما شاء الله انتي لو جبتيها من بره طبعا هتبقى بالنسبة ليكي هتبقى كيلو كيلو ونص، احنا بكوبايتين دقيقة عملنا كمية حلوة، يعني حاجة كده يعني تشرفك قدام ضيوفك، وتغيير وحاجة تعمليها في البيت كده لأولادك، طبعا يدعولك ويبقوا فرحانين وانت تبقي فرحانة بحاجة عملتيها، مش هتقفي عليها وتشتريها من بره بالشيء الفلاني وغالية جدا. الله بقى، الله عليها وهي سخنة. بصوا شكلها تحفة ازاي. عايزة اقول لكم ان الكاميرا ظالمة لونها والله، هي افتح من كده. طبعا شايفين خلصنا الكمية كلها. ايه رأيكم بقى؟ ما شاء الله عملت معايا طبقين كبار جدا من كوبايتين دقيق. كمان كنت عاملة حلويات تاني هنزلها لكم ان شاء الله في الفيديو اللي بعد ده. متنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب، ودعوة حلوة من قلبكم، واستودعكم في رعاية الله. مع السلامة.